نقطة أفضل من لا شيء. النادي الأهلي بيتعادل مع شباب بلوزداد النهاردة بالتعادل السلبي. النادي الأهلي طبعا في المركز الأول في مجموعته الحمد لله ب6 نقط، بيليه طبعا شباب بلوزداد 5 نقط، ويانج أفريكانز 5 نقط، وميدياما في المركز الأخير ب4 نقط. طبعا النادي الأهلي بقاله فترة طبعا غايب عن الماتشات بسبب طبعا التوقف بتاع منتخب مصر. النادي الاهلي كان وصل فورمه عاليه في وقت كاس العالم، لكن طبعا التوقف اثر على النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا واضح عليه الغياب، يعني اللعيبه لسه مش فايقه، لعيبه حاسه مش حاسه مكانها في الملعب، لسه الدنيا مش ماشيه مع بعض معاها. فربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي طبعا بدا بتشكيل طبعا مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني. في خط النص اكرم توفيق وامام عاشور ومروان عطيه. طبعا لعب قدام طبعا بحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومودست. في احداث الماتش طبعا كلها كانت شباب بلوزداد طبعا هو اللي مستحوذ اكتر. شباب بلوزداد كان حابب ان هو يكسب الماتش ده عشان خاطر يقدر ان هو يوصل للدور الثاني. شباب بلوزداد حاول كتير، حاول بالكره عرضيه، حاول، بس كانت الحمد لله الفرص اللي كانت بتوصل لمصطفى شوبير الحمد لله مصطفى شوبير قدر يتعامل معاه كويس. ياسر ابراهيم ما شاء الله عليه كان فايق. انا مش قادر افهم لحد دلوقتي ازاي ياسر ابراهيم ده كان بيقعد دكه في منتخب مصر. يعني انا حاجه ممكن من الحاجات اللي تخلي الواحد لازم يفكر الناس دي كانت بتفكر ازاي اللي في منتخب مصر. ياسر ابراهيم ما شاء الله عليه فورمته في وقت كاس العالم هي فورمته دلوقتي، فربنا يحرسه يعني ويحميه. اكرم توفيق كان تايه في نص الملعب. انا صراحه انا مش عارف، يعني اكرم توفيق من ساعه ما رجع من الاصابه وهو مش فايق، يعني حتى لما كان بيلعب في الجبهه اليمين تحس ان هو مش فايق اساسا ومش عارف هو بيعمل ايه، حتى لياقته مش كويسه يعني فمش عارف صراحه يعني. النهارده كان بيلعب في خط النص، ما كانش شايل خط النص، كان تايه في نص الملعب. امام عاشور برضو مش احسن حاجه، طبعا متاثر طبعا لسه شكله بالاصابه بتاعته. في الناحيه الهجوميه حسين الشحات جات له فرصه، الكره اللي جات له في الشوط الاولاني تعامل معاها تعامل سيء قوي، يعني الكره ما تلعب، يعني اهتم بيها شويه يا حسين، يعني دي كانت الفرصه دي كانت خلصنا من الماتش. مودست انا شايف ان يعني من الظلم ان انت تحكم على مودست. انا في ماتش زي ده انت ما فيش كور راحت له، لكن المجمل كله مودست، لا مودست لياقته بقت غير الاول. فربنا يكرم، احنا متعشمين خير فيه ان شاء الله ان هو يفوق في الفتره اللي جايه ان شاء الله مع النادي الاهلي. الجبهه اليمين بتاعت النادي الاهلي النهارده كانت مستباحه، يعني اللعيب محمد بالخير بتاع شباب بلوزداد كان بيعمل كل اللي هو عايزه في الناحيه اليمين، لكن يعني كانت الخطوره كلها طبعا بالنسبه لهم بالناحيه اليسرى بالنسبه لشباب بلوزداد. لكن الحمد لله الماتش عدى. مصطفى شوبير كان زي ما قلت ان هو نجم الماتش. الحمد لله انا مصطفى شوبير من ساعه ما طلع وانا واثق فيه الحمد لله. يعني حظ مصطفى شوبير ان في محمد الشناوي، ولكن الفرصه هتجيله. اتمنى من مصطفى شوبير ان شاء الله انه يكمل في مستوى ده ان شاء الله ويثبت نفسه اكتر واكتر ان شاء الله. فربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. النادي الاهلي طبعا هيلعب يوم الجمعه اللي جايه مع ميدياما في غانا. الفريده رخم على ارضه، يعني حابب طب بس من لعيبه النادي الاهلي يعني على قد ما تقدروا بس اكسبوا لنا الماتش ده عشان الدنيا ما تتعقدش، لان طبعا يانج افريكانز هيلاعب شباب بلوزداد في تنزانيا. فهنشوف القصه هتبقى ماشيه ازاي في المجموعه دي، لان انا مش حابب ان انت تبقى تاني، لان قصه التواني دي يعني مش كل مره هتمشي معاك، خصوصا ان هيبقى صن داونز في الناحيه الثانيه في الاوائل. فعايزين الواحد، انا على قد ما تقدر تبعد عن صن داونز بس في الدور الثمانيه ان شاء الله. فربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله.